في ارض بيحكمها السيف والسحر، في تنين شرس بيدمر الاراضي وبيحرق البيوت وبيسلب ارواح الناس. وفي محاوله للسيطره على التنين ده وسجنه بتحصل كارثه كبيره بتقضي على عدد كبير من البشر لدرجه ان هم بينتهوا تماما، بينتهوا دون ترك اي اثر يدل على وجودهم في هذا المكان في يوم من الايام. وفي وسط كل الاحداث دي بيتبدل قلب التنين ده مع قلب طفل صغير. يا ترى مين هو الطفل ده وايه اللي هيحصل بعد كده؟ يلا بينا نشوف. بتبدا قصتنا في قاره كونان، ودي القاره اللي موجود فيها اقوى 3 ممالك، وهما مملكه اموريا ومملكه ايشل ومملكه فان، واللي كانوا مشهورين بالقوه، وان لو حرب قامت ما بينهم القاره كلها هتنتهي. وكان في خطر واحد بيهدد ال3 ممالك، وهو تنين اسمه دانغان، والكل كان بيخاف منه، وبسببه مات ناس كتير بعد ما كان بيحرق مدن كامله ويدمرها. بينتقل بينا المشهد وبنشوف واحده مربوطه مغمى عليها، ولما بتفوق بتشوف خيال بيجري ناحيتها، وفجاه بيظهر التنين دانغان. بتترعب من منظر التنين لكنها بتقدر تفك نفسها، وبيظهر ناس مقنعين حواليها. وبنعرف ان ده كمين معمول من ال3 ممالك علشان يحبسوا التنين. بيستخدموا كل قوتهم السحريه وبيعملوا سجن على التنين وبيبدا يختفي. ولكن قبل ما تنتهي التعويذه بيتصاب واحد منهم، وبنعرف انه ملك لواحده من الممالك ال3، وان البنت اللي كانت مربوطه دي هي مراته. بيتكسر السجن اللي حوالين التنين، فبيضطروا يتصرفوا بسرعه وبيعملوا تعويذه تانية. بنشوف علامه ظهرت على التنين وظهرت على جسم طفل في نفس الوقت، وبعدها كل حاجه بتتدمر والكل بيموت. وفي مكان تاني بنشوف شاب اسمه هيرو وفي طريقه للدخول للمدينه. الحارس بيوقفه لما بيشوف شكله بيتصدم وبيسمح له يدخل. الاحتفالات بتبتدي في المدينه، وواحد اسمه نابكو بيمر في موكب وبيوزع فلوس على الكل، وبنعرف ان هو تاجر اسلحه غني على الاخر بتوع عمله معدنيه قدام هيرو. وقبل ما ياخدها بيجي طفل صغير ياخدها وبيجري، بيروح يديها لاصحابه، لكن ولاد الجنيه دول بيتفقوا مع بعض ان هم ياخدوا حاجه من نابكو اهم من الفلوس. بيستخبى الولد الصغير ده وبيقدر ان هو يتسلل للعربيه بتاعه الموكب، لكن كل ده بطلنا هيرو شايفه ومراقب كل تحركاته. بعدها بيسمع واحد بيحكي عن قصه التنين دانغان والبطل اللي قدر يتصدى ليه، واستخدامه لقطعه معدنيه معينه قدر بيها ان هو يهزم التنين. فهيرو بينبهر جدا بالقصه دي، بس فجاه بيجي ولد صغير تاني وبيسرق منه القطعه المعدنيه وبيهرب، وبيمسكه الحارس العملاق. بيروح هيرو على طول يهدد الحارس بالسيف بتاعه وبينقذ الطفل. بيهرب الحارس والراجل اللي معاه وبياخد هيرو القطعه المعدنيه، بس بيتفاجئ ان الولد الصغير ده بيتخانق معاه بدل ما يشكره. بيقول له انت بوظت كل حاجه، الخطه بتاعتنا ان انا كنت هشغل الحارس والراجل اللي معاه واصحابي هيسرقوا المحافظ من كل اللي واقفين يتفرجوا. بينده الطفل ده لباقي اصحابه وبيهربوا من المكان. هو بيتفاجئ هيرو انه سرق القطعه المعدنيه اللي كانت في ايده حتى من غير ما يحس. بيرجع الاطفال لبيوتهم وهم بيتكلموا، بيوصل هيرو فجاه وبياخد منهم القطعه المعدنيه. بيعرف هيرو ان اسم الولد اللي هو انقذه من الحارس ده هو توماتي، وكمان الواد ده هو زعيم الاطفال. بيهرب هيرو من الشباك، وفي مكان تاني في المدينه بيوصل واحد عملاق وشكله مرعب جدا ومعاه الصوره لهيرو. بيسال الناس عنه بس الكل بيخاف منه وبيهرب، وبيكون معاه المساعد بتاعه اللي اسمه بالو. في الوقت ده بيروح نابكو يقابل نائب الملك وبيحاول يتفاوض معاه على انه ياخد من المملكه اكبر عدد من القطع السحريه ويصنع بها اسلحه. فبيعترض النائب، وفجاه شيريشارو مساعده نابكو بتكسر زهريه غاليه في قصر نائب الملك وبيقف يتخانق معاها. بيهددوا نابكو وجنوده، وبيخاف نائب الملك وبيرجع يقف مكانه. وبيتكلم نابكو بيقول ان افضل طريقه للسيطره على الناس هي الرعب، وكمان بيوري له اشهر باللوره سحريه واللي بتحقق امنيه لصاحبها وكمان بتديله قوه كبيره جدا. بينبهر بيها النائب وبيعرض عليه نابكو ان هو لو وافق يستخدم شعبه في استخراج البلورات السحريه من مملكته وصناعته بيها للاسلحه، هيسيبه في المقابل يستخدم بلوره الجراند. بس النائب بيرفض لان الناس هتعترض، فبيقول لنابكو ان الخوف هيخلي الكل يوافق، بس الاهم من ده انهم يلاقوا حاجه يخوفوا الناس بيها. وفجاه بيظهر حيوان صغير بيسرق بلوره الجراند بلسانه وبيطلع يجري. بتهد شارشارو السقف وبيقع الحيوان الصغير ومعاه الطفل اللي كان داخل الموكب واسمه باشتي. بيستغل نابكو الموقف وبيقنع النائب ان هم يستخدموا الطفل ده في تحقيق هدفهم. اما بقى لما بنروح لهارو فهو بيحاول يهرب من الاطفال اللي بيجروا وراه كلهم. بيقع واحد منهم من على سطح مبنى، فبيحاول توماتي ينقذه بس بيفشل، وبيوصل هارو بينقذه على اخر لحظه. هو بيجي واحد من الاطفال بيبلغ ان باشتي اتقبض عليه، بيقول لهم ان هو اتقبض عليه وهو بيسرق بلوره الجراند من قصر النائب والصبح هيعدموه. فبيجروا كلهم علشان يلحقوا صاحبهم وبيسيبوا هيرو لوحده. وتاني يوم الصبح والكل بيحضر اعدام باشتي وبيفكر اصحابه في طريقه لانقاذه. بيقول لهم هيرو ان هو هيتصرف وبيروح يوقفهم وبيقول لهم انه غلط بس الاعدام عقوبه مبالغ فيها. بيحاوطوا الحراس من كل مكان وبيدخل في معركه معاهم وبيهزم عدد كبير منهم، لكن بيحاصروا عدد اكبر من الحراس. في اللحظه دي بيوصل العملاق اللي كان بيدور على بطلنا هيرو واسمه غيره، ومع المساعد بتاعه، وبنعرف ان هو المدرب بتاع هيرو والحارس الشخصي بتاعه. بتقرر شاريشارو ان هي تستخدم في الوقت ده بلوره الجراند، وبيتصدم هيرو قوي لما بيشوفها لانها
بتكون بتاعه والده، وبنعرف ان والده هو الملك اللي مات هو ومراته وهم بيحاولوا يحبسوا التنين. بتستخدم شرشره في الوقت ده باللورة الجراند وبتوجه قوتها كلها على هيرو واللي معاه، بس فجأة القوة دي بترجع عليها بتطيرها لبعيد وبيحصل انفجار ضخم في المكان. بيظهر التنين الاسطوري دغان، وبنعرف ان الطفل اللي على جسم نفس العلامة اللي على التنين هو هيرو. بيفتكر اللي حصل له زمان وفجأة بيتحول هيرو وبيتغير شكل عينه لشكل عين تنين، وبتنور العلامة اللي في جسمه والعلامة اللي في جسم التنين في وقت واحد. بيهجم هيرو عليه بكل قوته وبيحصل تصادم جامد في المكان، فبيغمى عليه وبيجري عليه غيور علشان يحميه. بيبدأ التنين في تدمير المدينة وبيحاصروا الجنود من كل مكان وبيحاولوا يقتلوه لكنهم بيفشلوا، لحد ما بتوصل شرشارو وبتقول لهم وجهوا اسلحتكم على هيرو قبل ما الاسهم توصل له. بيحمي التنين وبيبعد كل الاذى عنه. الكل بيكون مصدوم من اللي حصل، حتى غيور، وبيدمر التنين المدينة كلها. الناس بتجري في كل مكان وهي مرعوبة، حتى شرشارو بتترعب منه وفجأة بيختفي التنين. بيضحك مانيكو وهو فرحان في الوقت ده، وبيفهم نائب الملك ان هو اللي كان ورا استدعاء التنين. بيفهموا مانيكو انه ده كان جزء من خطته، وبكده الناس هتعيش في رعب، وكمان هيطلبوا منه ان هو يحميهم، وبكده هيكونوا نفذوا اتفاقهم. لا وكمان رجوع التنين ده هيخلي القارة كلها في حالة رعب، وهيطلبوا منه اسلحة اكتر، وبكده هيبقى غني اكتر واكتر. بيتصدم النائب من خطة مانيكو اللي بيأمر جنوده يتجمعوا علشان يروحوا لارض موت الاماني. وبنشوف هيرو في بيت الاطفال مع غيور وبالو اللي بيحكي لهم عن اهل هارو، ودول اللي اتحدوا من 10 سنين مع باقي الممالك علشان يسجنوا التنين دغان، ووقتها اختاروا المنطقة المشتركة ما بين الثلاث ممالك علشان يحبسوه فيها، وده لان كل الممالك اعترضت انه يكون محبوس في مملكة واحدة. نفذوا خطة لاستدراج التنين، وربطوا والدة هيرو بمجرد وصوله فكت نفسها وحصروه بكل الادوات السحرية، وبمساعدة 100 من الجنود المقنعين قدروا وقتها يقمعوه، لكن التنين هاجمهم وخلص على كل اللي موجودين. وفجأة بيصحى هيرو من سباته وبيصرخ باسم التنين دغان. بيحاول غيور ان هو يهديه، بس هيرو بيصمم انه يروح ينتقم ويخلص عليه تماما. بيحاولوا الاطفال يمنعوه لان مستحيل ان هو يقدر يهزمه، فبيرد عليهم وبيقول لهم انا بقالي 10 سنين بتمرن علشان اليوم ده. وبيفتكر لما كان بيتدرب وهو طفل صغير حتى في وسط عاصف التلج كان بيكمل تمرينه علشان يقدر ينتقم لموت عيلته. بيقترح عليه باشتي انه يستخدم بلورة الجراند اللي معاهم علشان يقضي على التنين. بيسالهم هيرو عن مكانه، فبيرد عليه توميت ان هم مش مهتمين يعرفوا مكانه، وده لانه تاجر اسلحه وبيوزع فلوس على الناس. هم بيفرحوا من غير ما يعرفوا ان هم هيدفعوا ثمن الفلوس دي قريب، لانه بيحاول يعمل حرب ما بين الناس، ومش بس كمان بين الناس، كمان بين الدول علشان يستفيدوا ويبيع اسلحه اكتر. وحتى نائب الملك انضم ليه وبقى يشغل الناس لحسابه. وبيقرر هيرو انه يرجع بلورة الجراند منه ويقضي عليه تماما. بيبداوا في رحله البحث عن ماكو، وبيوريهم هيرو القطع المعدنيه اللي هيهزم التنين بيها. بيتخانق مع بالو لانه صرف مبلغ كبير جدا في لعبه بيضحكوا على الاطفال بيها، فبيهرب هيرو منه قبل ما يضربه. بنروح في الوقت ده لشيراشارو اللي بتسال عن نابكو، وبتعرف انه رجع لارض موت الاماني، اللي بتكون متفاجئه جدا انه سابها لوحدها ومشي، وبتستخدم المرايه السحريه بتاعتها علشان تكلمه. بيأمرها في الوقت ده ان هي تدور على الواد اللي كان التنين بيحميه، وبيكون قصده على بطلنا هيرو. وفي نفس الوقت ده بيحاولوا الابطال بتوعنا مع هيرو ان هم يدخلوا لاي مطعم، بس كل ما يدخلوا المطعم يطردوا منه، وده لان الناس معتبره هيرو هو السبب في الكارثه والرجوع التنين. الناس خلاص بقت شايفه ان هيرو هو السبب في كل الدمار اللي تعرضوا ليه. بعد كده بتقابلهم بنت نصها انسان ونصها قطه، بتعزمهم على الاكل وفعلا بيقعدوا، ولكن بعد ما بتمشي بيتصدم العيال دول ان هي ما دفعتش الحساب وهيضطروا يدفعوا كل الفلوس اللي معاهم. بيرجعوا يباتوا في بيت الاطفال تاني برغم اعتراضهم عليهم، لكنهم بيتجاهلوهم وبيناموا. وفي الصباح غيور بيكون محضر لهم اكل كتير جدا، فبيطيروا بيه من الفرحه. بعد كده بياخد هيرو المكان فيه وحوش مخاطيه علشان يبدا يتمرن ويعلمه ازاي يقضي عليهم، بس الوحوش دي بتفضل تلزق على وش بطلنا هيرو لحد ما بتهزمه. بيسيبوا غيور يكمل التمرين بتاعه، وبيروح يصطاد وحش قوي علشان يبيعه ويجيب بيه فلوس يشتري بيها الاسلحه. في الوقت ده بيشوف هيرو وحش قدامه وبيكون عباره عن تنين رملي. بيقرر ان هو يهجم عليه، وده لانه غالي جدا بس الضربه بتاعته ما بتاثرش فيه. وفجاه بيفتح التنين ده بقه وبتخرج منه بنته وبتقول للتنين يمشي، فبيسمع كلامها. بتسمع البنت دي دقات قلب هارو بتقول له تعالى معايا. بيخاف منها هيرو بيحاول يهرب، بس البنت بتقول له انت جواك حاجه غريبه جدا ويمكن يكون جواك جزء من تنين. في الوقت ده بيوصل غيور وبيسال مين دي. بيشرح له هارو وبالو ان دي بنت خرجت من بق تنين بطريقه غريبه، وبيقول له اكيد البنت اللي قدامنا دي عباره عن وحش. بيقرر غيور انه يهجم عليها، بس بيمنعوا هيرو وبيقرروا ان هم يسيبوها لوحدها تجمع الحصى من الصحراء ويهربوا. بس الغريب ان هيرو بيفضل يفكر فيها طول الوقت وبيتريق عليه توميتي وبيقول ان هو معجب بيها، بس هيرو بينكر. وفي نفس الوقت بتدور شارشارو على هيرو في كل مكان وبتستخدم مرايتها السحريه، وبتتفاجئ ان هي لاول مره ما بتشتغلش. وبنشوف بوكو وهو بيدي الاوامر اللي اتباعه بانهم ينشروا خبر رجوع التنين في كل مكان، وبيقول لهم ان خوف الناس ده هو اللي هيخليه ينفذ هدفه. وكمان بيامرهم ان هم ينتجوا كميه اسلحه اكبر. بيكلم الدكتور بافالو بانه
انه يعمل سلاح نادر ومدمر في اسرع وقت لان الحرب قربت. وتاني يوم بنشوف هيرو وهو بيكمل التمرين بتاعه بيحاول يقضي على الوحوش المخاطيه، ولكن بيفشل لحد ما بيظهر له دب ضخم وبيتصدى ليه، بس بيتصاب هيرو. بيشوف الدب ده رايح في اتجاه سارته فبيجري ينقذها وبيقدر يقضي على الدب ده. بيروح يطمن عليها فبتقوله ان هي نامت فجاه وهي واقفه وعينها مفتوحه، مع اني اشك في ده، بس هي بتقوله ان هي ما قدرتش تشوف حاجه وبتعالجه بالعصايه السحريه بتاعتها. بيروح يبيعوا الدب بعدها وبياخدوا عمله ذهبيه، وبيفرح بيها هيرو جدا لانه اول مره يقضي على وحش ويبيعه. وفي طريقهم للرجوع بيشوفوا اطفال بتعيط لان حراس الملك واخدين والدهم وحابسينه، فبيقرر بطلنا هيرو الشجاع انه يساعدهم لكن ما بتظبطش معاه. بيضربوا الحارس على دماغه فبيغمى عليه وبيقبضوا عليه هو كمان. بتفضل ساتورا مع الاطفال لحد ما بيوصل لها توميتي وبالو، بتحكي لهم على اللي حصل معاهم، وبيكون في الوقت ده حد مقنع بيراقبهم. وفي السجن بيعرف بطلنا هيرو ان الحراس بتوع الملك بيقبضوا على الناس باي تهمه، وبعد كده بياخدوهم يشغلوهم في المناجم علشان يبيعوا الاحجار السحريه لبوكو، واللي بيتقبض عليه ما بيرجعش تاني. لكن بطلنا هيرو بيوريهم القطعه المعدنيه اللي معاه، بيقول لهم زي ما البطل هزم التنين بيها انا كمان هقدر اطلعكم من هنا برضه. الكل بيكون متجاهله، بس بطلنا هيرو لا ييأس ابدا. بيبدا يحفر بالقطعه المعدنيه دي الجدار، وفي الوقت ده بتوصل لشرشارو اخبار القبض على هيرو وبتجري تروح له. بنشوف توميتي وهو في نفق وبيتفاجئ بوجود ساتورا وراه. اما بقى عن نائب الملك فبيتعصب جدا من تصرفات بوكو وتجاهله ليه والاوامره. بيتعصب وبيكسر الكوبايه في الحيطه، وفجاه بيسمع صوت من الخزانه بتاعته السريه. بيروح يشوفها، بيتفاجئ انها فاضيه والحيطه وراها مكسوره. بيتصدم بوجود ساتورا وتوميتي اللي بيهددوا بدفتر الحسابات المزور، واللي من الواضح انه مألف فلوس كتير جدا من ورا الملك. بيتفاوض معاه انه يديله دفتر الحسابات مقابل انه يخرج هيرو من السجن وباقي الناس اللي معاه. لكن فجاه بينزل جنود من السقف وبيقبضوا على توميتي وساتورا، وبياخد النائب دفتر الحسابات بتاعه. بيتدخل غيره وبينزل من الشباك بالسيف العملاق بتاعه وبيقدر يرجع دفتر الحسابات تاني. وفي النهايه بعد تهديد النائب بيقرر يفرج عن هيرو واللي معاه، وبيروحوا كلهم يخرجوا هيرو من السجن. بس ابن المفضوحه بيسيبهم كلهم وبيروح يشكر ساتورا، وبتاكدوا كلهم ان هو معجب بيها. في الوقت ده بتوصل شاري شارو لنائب الملك وبتطلب منه ان هو يسلمها هارو. هو لما بتعرف انه خرج من السجن بتتعصب جدا، وفي نفس اللحظه بيكون المساجين رجعوا لاهلهم والمدينه كلها بتكون فرحانه برجوعهم. بيبص لهم هيرو بيفتكر ذكرياته مع اهله، وبعد كده الكل بيتجمع على الاكل، وبنعرف ان المقنع اللي كان بيراقبهم هي ايرين. وفي اليوم التاني بيروح هيرو يتمرن مع غيور، واللي بيطلب منه ان هو يروح لوحده من غير ساتورا. بيديها العمله الذهبيه اللي كانت معاه وبيقول لها تشتري اللي هي محتاجاه لحد ما يرجع، وده طبعا علشان ابننا يركز في تمريناته ويبطل نحنحه شويه. بتقابلها ايرين في السكه وبتعرض عليها تاخدها المكان جميل، وبتاخدها فعلا لينابيع المياه العلاجيه، وهناك بتتفاجئ بشرشاره في الميه وبتتضايق من وجودها. اما بقى بالو وتوميتي فبيدوروا على مهمات للقبض على الوحوش علشان يجمعوا فلوس، وبيشوفوا اعلان عن وجود تنين في الينابيع العلاجيه ومعروض عليه مبلغ كبير جدا للي هيقبض عليه. بيقرروا ان هم يبلغوا غيور علشان يمسكوا. اما غيور فبيستفز هيرو بيقول ان هو جبان وبيتمرن طول الوقت، وبرغم كده ما قدرش يحقق اي نجاح في اي حاجه. بيقول له انت بسبب فشلك ده انت مش هتقدر تنتقم لعيلتك، فبيتعصب عليه هيرو وبيهجم عليه. بس طبعا زي المتوقع غيور بيقدر يقضي عليه وبيوقعه على الارض بكل سهوله. بيكمل غيور استفزاز فيه وبيهجم عليه هيرو مره تانية، بس المره دي بيضربه غيور جامد جدا. بيتصاب هيرو في الوقت ده، فبالو وتوميتي بيشوفوا اللي حصل وبيقرروا ياخدوه لينابيع العلاج. وفي الطريق بنشوف مجموعه من جنود شارشارو مستنيهم، وبنعرف ان اعلان الوحش ده هو خطه من شارشارو، وده علشان يروحوا الينابيع، وبكده هتقدر تقبض على هيرو بكل سهوله. بيتعالج هيرو في الينابيع وبيفوق. بتدي شارشارو اشاره للجنود بتوعها علشان يستفزوا الوحش اللي موجود في الينابيع. بيتوجهوا لهيرو، بس المفاجاه انه بيقبض عليها هي وبيرميها لبعيد. والله البت دي صعبانه عليها من اول القصه، مفيش اي حاجه نافعه معاها. المهم بيقدر غيور يقضي عليه وبيقطعه، وبعد كده بيروح يطمن على ساتورا وبيروحوا يبيعوا التنين، وبيكتشفوا ان المبلغ اللي كان معروض ده كان خدعه، بس بيقدروا يبيعوه بمبلغ كبير في النهايه. وبعد كده الفريق بتاعنا بيقرر ان هو يروح يدور على بوكو. الاطفال بيكونوا زعلانين جدا ان هم هيفرقوهم، لكن هذا هو القدر يا صديقي. ساعات الدنيا بتجبرنا ان احنا نفارق ناس بنحبهم لمجرد ان رياح مراكبنا بتودينا لاماكن تانية. وانا مالي افورتها كده ليه؟ المهم تاني يوم بيروح توميتي يودع الاطفال وبيقول لهم ان هو لازم يروح مع هيرو، لكنه بيوعدهم انه هيرجع ويقابلهم تاني. اما بقى الابطال بتاعنا في طريقهم بتوقفهم ايرين وبتعرفهم ان الوحش اللي كان في الينابيع ده كان خطه من شارشارو. بتقرر تروح معاهم، لكن بالو بيكون رافض، فبتوريه خريطه بمكان بوكو، فبيضطر يوافق وبيكملوا طريقهم. لكن ابن الهبله هيرو بيقرر ان هو يكون القائد، وده طبعا علشان يلفت انتباه ساتورا ليه، فبيقول لهم ان هو اللي هيقود المجموعه، وبيروح يمشي في الاول، ولكن اول ما بيحط رجله على الارض بيقع في رمال متحركه. فضحت نفسك الله يخرب بيتك. اما بقى في الوقت ده بيكون في صقر طاير بعيد في السماء، وبنعرف ان عليه عين بيقدر بوكو يشوف بيها كل تحركاتهم. بيوصلوا قدام جسر من الحجاره، وتوميتي
بيكون مرعوب يعدي عليه، ولكن بعد ما بيعدوا بيروحوا المكان فيه بحيرة وبيقضوا فيه وقت استراحة. كل ده والصقر بتاع بوكو بيراقبهم، وفجأة بيبدأ الصقر ده بالهجوم عليهم، لكن ايرين بتحس بيه. بيقدروا يتفادوه وبيستخبوا كلهم ورا صخرة عملاقة ما عدا هيرو. شجاع السما بيقرر ان هو يروح ويهاجم، وكالعادة بيفشل وبينقذوا غيور على اخر لحظة وبيهرب الصقر لبعيد. بيقرروا يخبطوا في الغابة، وبطلنا ابو قلب حنين بيقرر يروح يطمن على ساتورو اللي راحت تجيب ميه واتأخرت. وفي الطريق بيقابل ايرين اللي بتعرفه على مكان ساتورو. بيسألها عن سبب اصرارها انها تروح معاهم، وبتقول انها بتساعده لانها معجبة بيه. اما بقى باكو في الوقت ده بيكون بيبيع الاسلحة للملوك، وبعض الاسلحة دي نادر وقوي جدا والكل بينبهر بيه. بتروح له في الوقت ده شارشارو وبيوريها مكان هيرو اللي معاه، وبيقول لها دي اخر فرصة ليكي للقبض عليه. وبنرجع للابطال بتاعنا وهم ماشيين في طريقهم، وبيجي الصقر ده مرة تانية وراهم، وفجأة بتنتقل شارشارو وجنودها للمكان اللي هم فيه، وفجأة بيلاقوهم قدامهم. بتظهر وحوش رملية عملاقة فبيهاجمهم هارو، بس شارشارو بتسعقه وبيجروا كلهم علشان ينقذوه. بيقدر غيور ان هو يقضي على اول واحد من الوحوش الرملية، اما بالو فبيستدعي بنت بصندوق بتنقله هو وساتورو اوتوماتي لمكان بعيد. بتهاجم شارشارو هيرو فبيجري عليه غيور علشان ينقذه، لكن فجأة بتتشايل الارض حواليه وبتربطه، وبتقول شارشارو الهيرو اتفرج على المدرب بتاعك وهو بيموت بسببك. بينفجر هيرو من الغضب في الوقت ده، وفجأة بيبدأ يتحول وبتخرج هالة مرعبة من حواليه. هالة من قوتها بتقضي على كل الجنود اللي كانوا موجودين في المكان. ايوه هو ده الوش التاني الهيرو. بتترعب شارشارو وبتقدر تهرب على اخر لحظة من الموت، وبطلنا هيرو بيغمى عليه وبيبدأ يفتكر ازاي يتحول. ولما بيفوق بيلاقي نفسه ماشي في صحراء لوحده، وبيرجع يغمى عليه تاني. ولما بيفوق مرة تانية بيشوف موكب بوكو ماشي قدامهم، بيحاول يفتكر اللي حصل. وبيرجع بالو وساتورو اوتوماتي تاني، وبيلاقوا غيور مغمى عليه. بيتعالجوا ساتورو وبيدوروا كلهم على هيرو، وبيتصدموا ان كل الجنود ميتة وهيرو مش موجود. وبنشوف بوكو مع واحدة من الاميرات اللي بيوريها سلاحه الجديد اللي عمله له الدكتور بافالو، وهو عبارة عن دمج ما بين البشر والغيلان، وبينتج عنه وحش شرس جدا. بيشوف هيرو كل ده وبيروح يهجم عليهم، بس بيتفاجئ ان السيف بتاعه مش معاه، وبيهزموا بوكو بسهولة. بيأمر الجنود بتوعه ان هم يقبضوا عليه، وبيقول لهم ان هو دلوقتي هيعرف علاقته بالتنين ده غان ايه. في الوقت ده بيحاول غيره واللي معاه يتوقعوا مكان هيرو، بيمشوا ورا اثار رجليه وبيوصلوا للوحش اللي عمله بوكو وقتله، وبيتوقعوا ان كده هيرو اتقبض عليه. وبالفعل بيكون بوكو قبض عليه وربطه في كرسي، وبيبدأ في تحضير ادوات التعذيب علشان يجبره يعترف بعلاقته بالتنين ده غان. فبيسأله هيرو هو ايه سبب اهتمامك بالموضوع ده بالرغم من انك تاجر. بيرد عليه بوكو بيقول له هو انت فاكرني ببيع سبح ولا ايه؟ انا يا ابني تاجر سلاح، ووجود التنين ده غان وتهديده للناس هيزود من نسبة بيع السلاح، وبكده هكسب اكتر. بيبدأ في تعذيب هيرو، وعلى اخر لحظة بيسمع صوت الاميرة بره الخيمة. بيستغل هيرو انشغاله معاه، وبيستخدم القطعة المعدنية اللي معاه وبيقطع الحبل. وقبل ما ينتهي من قطع الحبل بلحظات معدودة بيدخل عليه الدكتور بافالو، بيسأله هو انت ليه ريحتك زي ساتورو؟ بيفك هيرو باقي الحبل وهو بيطمنه عليها، وبيحكي له ازاي قابلها. هو بمجرد ما بيسمع بافالو صوت قلب هيرو بينهار، وبيفك هيرو نفسه بسرعة وبيخنقه. بيوقف الدكتور وهو مش حاسس بيه، وبيقول له جسمك كله ملكك الا قلبك ملك حاجة انت مش متوقعها. بيقول له انت قدر ساتورو، وبيوصيه يخلي باله منها، وبيديله دواء يستخدمه ويفكر فيها وهيوصل عندها. وقبل ما ينتهي بيقول له روح يقابل الاستاذ سيو ضروري. بيختفي هيرو من المكان، وبيظهر ورا ساتورو والباقيين، وبيقول لهم يهربوا بسرعة. بيوصل بوكو في الوقت ده وبيكتشف هروب هيرو. بيكتف الدكتور بافالو مكانه وبيهدده بالقتل لو ما عرفش مكانه. بيرد عليه الدكتور بافالو بيقول ان هو ساعده يهرب علشان يحمي ساتورو. بيتفاجئ بوكو انه خلف امره واحتفظ بيها بالرغم ان هو امره يتخلص منها. بيطلب منه الدكتور ان هو يسيب ساتورو ويخلص عليه هو، لكن بوكو بيقول له ان هو هيخلص عليه بس يخلص شغله الاول. بيضغط على اعصابه اكتر واكتر، وبيقول له ان هيرو مستحيل يساعدها بعد ما يعرف حقيقتها، فبيتوتر الدكتور. بيوصل هيرو اللي معاه الكهف، وبتقول له ايرين ان الكهف ده مليان باحجار سحريه، وبوكو اتخلى عنه بعد ما خلص كل الاحجار السحريه اللي فيه. بيقول لها هيرو ان ريحتها شبه الدكتور بافالو، وبيحكي لهم كل اللي حصل. فبترد ساتورو ان الدكتور بافالو يبقى والدها. بيبدا غيور يجمع الاحداث، وبيشرح لهيرو ان اكيد حمايه التنين ليه ما كانتش صدفه. وكلام ساتورو والدكتور ان قلبه مش بتاعه ده معناه ان والده استخدم تعويذه وبدل بين قلبه وقلب التنين علشان يحميه. والدليل على كده انه اتحول لما شارشارو عصبته، والعلامه اللي على جسمه هي نفس العلامه اللي على جسم التنين. الكل بيتصدم من كلامه، وخصوصا هيرو واللي بيرفض يصدق لان ده معناه ان موت التنين زغان بيعتمد على موته، يعني علشان ينتقم لاهله يبقى هو كمان لازم يموت. وبينهار وبيجري. هيرو دلوقتي في موقف صعب لانه مضطر يمشي في طريق من اتنين، يا يضحي بنفسه ويحقق هدفه وينتقم من التنين دغان علشان موت عيلته، يا يسيبه من الموضوع ده خالص ويكمل حياته ولا كأن اي حاجه حصلت. بعد ما بيمشي هيرو بيمنع غيور اي حد انه يروح وراه، والكل بيكون قلقان عليه. ولما بنروح عند شارشارو بتكون بتهتم بالحيوان الاليف بتاعها اللي شكله مش اليف خالص، ودي بتحبه جدا لانه هديه من بوكو، وبتأمره يدور على هيرو. فبتخرج منه عيون من كل مكان علشان تدور عليه.
اما عن بطلنا هيرو فبيكون قاعد لوحده زعلان وبيروح له بالو وغيور علشان يتكلموا معاه. بيحكوا له عن تصرفاته زمان لما كان طفل وازاي لما كان بيزعل بيقعد لوحده ويضم رجله زي ما هو عامل دلوقتي. وكمان بيقولوا له انه من وقت موت اهله وغيور بيذاكر في كتب السحر يمكن يلاقي اي حاجه تدله على حصل له وقتها بس كان ممكن يقدر يساعده. وبيعتذر له غيور ان هو ما قدرش يوصل لحل للي هو فيه ده. بيقف هيرو فجاه وبيتحمس وبيقول لهم انا خلاص خدت القرار، هكمل لحد ما اوصل لبلوره الجراند واللي بيها بدي لقلبي انا والتنين. وبعدها خلص عليه فبيتصدم الكل من كلامه وبيسيبه بالو وبيمشي. وفي الطريق بيطلب منه تومت ان هو يتحول لتنين ويوريه شكله، بس هيرو ما بيكونش عارف لحد دلوقتي هو ازاي بيتحول. بيقول له انا ما بكونش عارف حتى اتحكم في نفسي ازاي وانا في التحول ده. عيون الحيوان بتاع شارشارو وراهم وبتدي اوامر لجنودها ان هم يستعدوا. بيوصل هيرو واللي معاه القريه مهجوره وبيشوفوا اثار لحيوان مفترس في كل مكان. بيفتكر غيور زمان وهو طفل لما قابلته من الغيلان حكموا على ابوه اللي من الغيلان وامه من البشر ان هم يتعدموا، وده لان القبيله بتاعت امه هجمت على الغيلان وقتلت ناس كتير منهم وهي بتدور على والدته علشان ترجعها. ساعتها ابوه قال له يهرب بسرعه ويساعد اي حد محتاج. الكل ما كانش فاهم هو بيتكلم مع مين، وده لان محدش عارف ان كان عندهم طفل. بيعدموهم في شجره وبينهار غيور وهو شايف اهله بيموتوا قدامه ومش قادر يساعدهم. بيمشي في الصحراء لحد ما بيغمى عليه وبيقابله والد هيرو بالصدفه وبياخده معاه وبيقرر انه يربيه. ودي كانت المره الاولى اللي يقابل فيها هيرو، واللي بطل عياط بمجرد ما شافه من وقتها تعلق بيه جدا. في الوقت ده بيوصل تومت البيت فيه اثار للوحش، بيتفاجئ بوجوده فبيجري يحذر الكل وبيظهر لهم وحش جزء منه غول والجزء التاني بشري. بيحاول يتصدى ليه غيور بس بيتصاب وبيهجم الوحش على هيرو. بيحاول بطلنا انه يتحول لتنين بس الوحش بيكون اسرع منه وبيوصل له بس بينقذه غيور على اخر لحظه. بتروح ايرين مع شراشارو تقابل بوكو وبنعرف انها جاسوسه بتبيع المعلومات للي يدفع اكتر. بتحكي كل حاجه لبوكو وفي المقابل بتطلب منه مكافاه فبيديها اداه قديمه شبه الصدفه. بيقول لها ان لو هيرو فعلا ابن الملك اللي مات وهو بيحبس التنين فهيجي يدور على بلوره الجراند دي باي شكل. ما بتهتمش بكلامه وبتاخد المكافاه بتاعتها وبتمشي. فبيستدعي بوكو شراشارو وبيديها امر بقتل هيرو. بنشوف ايرين بعد ما استدعت البنت اللي بصندوق واديتها فلوس مقابل انها ترجعها بسرعه من غير ما اي حد يحس. وبتفتكر لما استخدمت الصدفه اللي اداها لها بوكو وسمعته وهو بيأمر شراشارو انها تخلص على هيرو. اما هيرو اللي معاه فبيوصلوا للمدينه وبينبهروا بجمالها. بيعرفوا ان المدينه دي مدينه تجاريه وبيطلب منهم هيرو ان هم يشتري له سيف جديد، بس بالو بيرفض وبيقول له ان الرحله لارض موت الاماني مكلفه جدا وكمان مستحيل ان احنا نخلص كل الفلوس اللي معانا في حاجه تافهه زي دي. وبيتجاهلوا هيرو فبيعند معاهم هيرو بيقول لهم انه برضه لازم يشتري سيف. بيروحوا كلهم يقعدوا في فندق وبيخرج هيرو وغيور علشان يشتري له سيف وبيختار له سيف على قده حاجه كده في الصغير منه علشان يقدر يشيله. بيوريه لساتورا وبتقول له ان هو حلو جدا ومناسب فبيقرر يشتريه. في طريقهم للرجوع بتشوف ساتورا سلسله على شكل هلال وبتعجبها. بيقرر هيرو ان هو يشتريها ليها بس هي بتكون غاليه جدا. فبتوريه العمله الذهبيه اللي هو اداها لها وبتقول له العمله دي عندي اهم من اي حاجه. بيطردهم البياع وبتروح ايرين هي كمان علشان تشتري سلاح وبتختار السهم القاتل وبتاخد منه 5. الكل بيتجمع على الاكل اللي حضره غيور ما عدا ايرين. بيلاحظ تومت ان ساتورا ما بتاكلش نهائي بيحاول ياخدها وياكلها لكن بالو بيمنعه. وبيتكلم غيور مع هيرو عن الاستاذ سيو وانه كان مدرب والد هيرو. بتقول لهم ساتورا ان هو صديقها فالكل بيتصدم وبيقرروا يروحوا يقابلوه علشان يفهموا ايه اللي بيحصل وايه علاقه كل ده بهيرو. الكل بيروح الاوضه بتاعته ما عدا غيور اللي بيقرر يدور في الخرائط علشان يعرف طريق الاستاذ سيو. بنشوف ساتورا قاعده بتتامل في العمله الذهبيه اللي اداها لها هيرو وشكلها واعد في شباك الحب هي كمان. اما هيرو وغيور فبيحسوا ان هم مش عارفين يناموا فبيقرروا يتكلموا شويه. بيقول هيرو انه مستحيل يعرف ينام وهو عنده احساس ان في تنين جواه فبيقلق غيور عليه. وفي نفس الوقت في خيال بيتحرك قدام الفندق اللي هم قاعدين فيه وبيقدر يقضي على كلب الحراسه. بيبانوا ان تنين فبيصحى الكل على صوت التدمير والانفجارات اللي بتحصل. بيشوفوا ظل تنين هو اللي بيدمر كل حاجه فبيجري هيرو علشان يساعد الناس. بيجري الكل وراه ولما بيوصل بيشوف الظل وبيحس ان هو نفس الظل بتاع التنين دغان. الظل ده حرفيا عمال يدمر في كل حاجه وبيبتلع الناس وبيحرق البيوت. بيجري هيرو علشان يساعد وبيحاول توموتي وبالو ان هم يمنعوا ساتورا انها تروح علشان ما تتاذيش. وفي نفس الوقت بيحاول غيورو يمنع هيرو ان هو يروح يحارب الظل ده لانه مش هيكون منافس ليه. وفجاه بيجري الظل ده ناحيه هيرو. بيطلع غيور السيف بتاعه وبيضرب الظل بيه وبتقول لهم ساتورا ان ده مش دغان وبتجري بسرعه. بيحصل انفجار كبير وبتخرج منه شاريشارو وبتوجه سيفها ناحيه هيرو. بتحكي له ان الظل اللي موجود ده شبه التنين دغان بالظبط وهو عباره عن تنين تاني اداهولها بوكو بعد ما قدر الدكتور بافلو ان هو يحبسه فيه. وكانت خطه شاريشارو انها تستخدم التنين ده كطعم تجذب بيه هيرو علشان تخلص عليه. بيتعصب هيرو عليها لانها اذت الناس وبتضحك وبتقول انها كانت متاكده انه هيجري يساعد الناس وده اللي خلاها تقبض عليه بسهوله. اما بوكو فبيوري الدكتور بافلو ازاي ساتورا بتجري تنقذ هيرو وكمان بيوريه ازاي هيرو مش عارف يتحرك وفي نفس الوقت الظل بيبلع
بتولع غيور وبتوجه شرشارو سيفها على هيرو، بتضربه بكل قوتها وبتصعقه وبتتفاجئ من قوته ازاي لسه قادر يمسك السيف. بيحاول يبعدها بس بتقدر تغرزه في جسمه وبتتصدم من اللي بيحصل، وده لان بيحصل انفجارات ضخمه وبتبان علامات غريبه على جسم بطلنا هيرو. ايوه كده يا هيرو وريها. عينه بتتحول وبيفقد السيطره على نفسه وبيحصل صاعقه قويه حواليه. بيبدا الظل ده يبلع غيور اكتر لحد ما بيتصاب الظل بسهم وبيجري غيور علشان ينقذ بطلنا. بيطلع اللي رمى السهم ده هو ايرين وبتقول ان ده على عكس طبيعتها وانها عمرها ما ساعدت حد. في الوقت ده بيبدا بطلنا هيرو يتحول للشكل التنين، بيجري على الظل اللي كان بيهاجمهم بس بمجرد ما بيلمسه بيتدمر تماما وبيتكسر الاجزاء بتطير في كل مكان. بيجري غيور على هيرو في الوقت ده علشان يلحقه قبل ما يتحول لشكل تنين تماما، وفجاه بيظهر التنين دخان. بيوصل غيور لهيرو والصدمه ان هيرو بياخد السيف منه وبيضربه بيه. بتتكسر مرايه المراقبه في وش الدكتور بافالو وبيختفي التنين دخان من المكان. الكل بيجري يطمن على غيور وبيبدا هيرو يرجع لطبيعته، لكن للاسف اصابه غيور بتكون كبيره جدا. بيتصدم بطلنا اول لما بيشوف غيور قدامه غرقان في دمه وبينهار هيرو. بيرجعوا كلهم للفندق وبيحاولوا يعالجوا غيور بس للاسف الاصابه بتكون قويه جدا. بيفوق بعدها بفتره والكل بيكون فرحان انه فاق وخصوصا بطلنا هيرو. بيعتذروا على اللي عملوا فيه وبيطمنوا بالو وغيور ان هو ملهوش ذنب وانه فقد السيطره على نفسه لما تحول لشكل التنين ودي حاجه ما كانتش بايده. بيحس غيور انه تعبان فبيطلب من ساتورو ان هي تعالجه وبترد عليه ان اصابته قويه جدا وانها مش هتقدر تعالجها. بيطلب منه بطلنا هيرو انه يرتاح لحد ما يلاقوا علاج، بس غيور بيكون قلقان عليه جدا وبيطلب منه يخلي باله من نفسه ويحاول يسيطر عليها، ولازم كمان يقلل من تحوله ده لانه ممكن يفقد السيطره وما يقدرش يرجع لطبيعته مره تانية، ولما تتحول لتنين انت هتكون سبب في اذيه الكل. فبيخاف هيرو وبيقول له غيور ان هو لازم يروح للاستاذ سيو علشان يفهم اللي بيحصل له وبعدها بيغمى عليه. في الوقت ده بيروح بالو يطلب من البنت اللي في الصندوق انها تديله علاج لغيور. بتطلب منه فلوس كتيره جدا وبترفض تديله العلاج من غير اي فلوس، بس كتر خيرها بتديهم وصفه العلاج وبتمشي. بيحاول الكل انه يفكر في حل خصوصا ان هم مش هيقدروا يرجعوا للينابيع العلاجيه دلوقتي لانها بعيده جدا، هو كمان ممكن غيور يموت منهم في الطريق. فايرين بتتكلم وبتقول لهم ان هي عندها الحل. وفي الوقت ده بوكو بيكون عامل اجتماع وبيدي اوامر لاتباعه ان هم ينشروا اشاعه ان في مجموعه من البلد اتعاونوا وقبضوا على التنين دغان وبيفكروا يستخدموه في الهجوم وتدمير بقيه المدن. وبيقول ان دايما المعلومات الناقصه بترعب الناس وعلشان كده هي دايما بتكون مهمه. اما بقى عن هيرو هو وساتورا بيكملوا البحث عن العشبه ولسه ما وصلوش لاي حاجه. اما ايرين فبتهتم بغيره وبتعمله كمادات علشان تخفف حرارته وبيراجع باله حساباتهم ومصاريفهم. توميتي في الوقت ده بيتكلم وبيقول انه ملاحظ ان ساتورا ما بتاكلش ولا بتضحك وكمان بتقدر توصل لمكانهم. ومش هي بس، دي كمان شارو ده معناه ان في حد بيوصل لهم اخبارهم. بيبدا الكل يشك في ساتورا وخصوصا ان والدها الدكتور بافارو اللي شغال لحساب بوكو، لكنهم بيقرروا يستنوا لحد ما غيور يخف وساعتها ممكن يكون معاهم دليل على خيانه ساتورا ليهم. بيكملوا مناقشه وبيتوقعوا ان بوكو ادى اوامر لشارو انها تقبض على هيرو مره تانية. بتقول لهم ايرين ان دي حياه وامرها كمان انها تقتله وبيسالوها هي عرفت منين. بتقول لهم انها سمعتهم وبتوريهم الصدفه اللي اداها لها، وبتقول لهم انه اكيد بيعمل كده علشان يعرف العلاقه اللي ما بين هيرو والتنين دغان. بتقول لهم انها سمعت كمان عن الاشاعات اللي نشرها والبلاد كلها بتستعد الحرب ضد بعضها وبوكو هو الوحيد اللي هيكون مستفاد. في الوقت ده بيوصل هيرو وساتورا لمكان العشبه وبيدوروا عليها لكن للاسف ما بيوصلوش لاي حاجه. بيظهر لهم ضفدع عملاق فبيهربوا منه، وفي طريقهم للهروب بيتكعبلوا يقعوا على الارض وبتشوف ساتورا العشبه. بتشاور لهيرو عليها فبيروح يجيبها وبيتفاجئ ان الارض تحته بتتحرك، لكن دي مش الارض، لا النبات بيطلع موجود على ظهر سلحفاه عملاقه واللي بتتحرك تحت هيرو دلوقتي. بيحاول هيرو يخرج منها نباتات باي شكل وبيقع بس بيقدر يرجع مره تانية. بيشدها بكل قوته لحد ما بيقدر ياخدها وبيقع من على ظهر السلحفاه دي. بتضحك ساتورا وهيرو بيكون مبسوط جدا لانه اول مره يشوفها بتضحك. بيرجعوا بسرعه عند غيره وبيقدروا يعملوا الدواء ويعالجوه. في الوقت ده بياخد تهمه الصدفه من ايرين وبيكلم اصحابه، ولما بيرجع بيقول لهم ان بوكو بعت حتى الاطفال تدور على الاحجار السحريه علشان يصنع منها الاسلحه وان هم لازم يقضوا على الحيوان ده باقصى سرعه. وبيقول كمان انه هيوصل لبلوره الجراند باي شكل ويحقق امنيته وهو ان ما يبقاش في فار ويحمي كل الاطفال اللي في العالم. وبعد ما غيور بيفوق بيحكي له على كل اللي حصل في الغابه وبيقرروا كلهم ان هم يروحوا يقابلوا الاستاذ سيو. وفي الطريق بيتكلم توموتي مع بالو وبيقول له ان هو ما بقاش يشك في ساتورا وده لانها اتاثرت بكلامه لما قال انه عايز يحمي الاطفال وعيطت. بيظهر لهم فجاه الاستاذ سيو وبيسالهم عن هديته فبيروح يسلم على ساتورا فبيكون هيرو بطلنا الحبيب غيران عليها جدا. بيوصلوا كلهم لبيت الاستاذ سيو وبيكون عباره عن كهف في الجبل. بيتضايقوا ان هو قال لهم اكتر من مره ان محدش فيهم جاب هديه، لكنه بيقول لهم ان برغم كده هو هيساعدهم وهيحكي لهم على كل اللي حصل. بيعمل انفجار ضخم وبيظهر ضوء على جسم ساتورو وبيقول لهم ان دي نفس النار اللي استخدمها التنين دغان في تدمير الكل واللي مات بها اهل هيرو وهو قدر يعمل واحده زيها بس شكل بس من غير قوته. بيحكي عن كل اللي فاكره وقت الحادثه دي
ازاي التنين قضى على الكل حتى الارض ما طلعش فيها نبات من بعدها، وبيأكد الشك اللي جواهم ان قلب التنين موجود في جسم هيرو، وبيلاحظوا ان هيرو سرحان. بيقول انا كنت عايز انتقم لاهلي بس فجأة اكتشفت ان انتقامها هيحصل لو انا اللي مت. بيستغرب ازاي جواه كل القوة دي وبرغم كده فاشل في التمرين. بيقول انا كنت بتمرن يوميا لمدة 10 سنوات. بيقترح عليه الاستاذ سيو انه يجرب يتعلم السحر، يمكن تكون دي موهبته مش السيف. بيفضل غيور يقنع فيه لحد ما بيوافق. بيبداوا اول تمرين والكل بيحضروا، بس الاستاذ سيو بيبعت كل واحد فيهم في مكان مختلف ما عدا بالو والساتورا. بيتفاجئ هيرو في الوقت ده من سهولة التمارين، لان التمارين كلها بتكون عبارة عن تمارين تافهة زي انه يمشي على خط رسمه على الارض او يكرمش ورقة عليها صورة ساتورا اكتر من مرة. بيتضايق هيرو من كل التمارين دي لحد ما بيوصل لتمرين السيف، ووقتها بيفرح جدا. بيعلمه الاستاذ سيو ازاي يدمج السيف مع السحر، وبينبهر بان هيرو بيتعلم بسرعة كبيرة. اما ايرين فبتستخدم الصدفة وبتقدر تسمع كل خطط بوكو، وبيكملوا تمارين كل يوم. وبيتكلم الاستاذ سيو مع غيور، بيحكي له غيور ان هو اللي استفز هيرو لحد ما خرج قوة التنين اللي جواه. بيتفقوا الاتنين على رأي واحد، وهو ان هيرو عنده موهبة سحرية لكن ما عندوش اي موهبة في استخدام السيف، وانه لما دمجهم مع بعض ظهرت قوته الحقيقية، وده بيبين قد ايه هو خطير. وبيحكي له كمان ان هيرو وساتورا ما ينفعش يتفرقوا عن بعض. وتاني يوم بيكملوا تمارين لحد ما هيرو بيزهق من كتر التمارين وبيمشي. فبيقول للاستاذ سيو بما انك جامد كده فانا بتحداك، لو قدرت تجرحني بسيف السحر وقتها اعلن انك ناجح ومش محتاج تتمرن تاني. فبيستعد هيرو، بيستخدم سيف السحر وما بتبانش اي نتيجه، لكن ساتورا بتقول له ان هو ممتاز. بيتريق عليه الاستاذ سيو لكن بيعلن في النهايه نجاح هيرو وانتهاء فتره التدريب. بيستعدوا كلهم علشان يمشوا، وهيرو بيشكر الاستاذ سيو على تعليمه ليه في الفتره دي كلها. وبعد ما بيمشوا بيفكر الاستاذ سيو ما بينه وما بين نفسه، بيقول انا كان ممكن اموت من ضربه الواد ده ليا، واللي لحقه الحاجز اللي استخدمه وقتها وكمان اتكسر رغم قوته. وفي الطريق بيقول لهم هيرو ان التمارين دي كلها ما كانش ليها اي لازمه، وده لانه قوي مش محتاجها اصلا. وبيكملوا في رحلتهم وصولا لارض موت الاماني. بيجري هيرو علشان يوصل بسرعه، بس فجاه بيهجم عليه صقر، فبيروح هيرو وينقذه. بيتفاجئ الكل ان ازاي قدروا يوصلوا لهم بالسرعه دي، وفجاه بيخرج صوت بوكو من الصدفه بيقول لايرين قولي لي اخر الاخبار. فبيتصدم الكل من خيانتها ليهم، وبيقرروا يتخلوا عنها ويسيبوها في الصحراء لوحدها. وقبل ما بيمشوا بيسالوها لاخر مره انت ليه عملت كده. بترد عليهم ايرين وبتقول لهم ان هي شغاله جاسوسه للي يدفع اكتر، وانها كمان ما عندهاش اي مبرر للي هي عملته. فبيسيبوها وبيمشوا. بتحذرهم وبتقول لهم ان هم مش هيعرفوا يتخطوا الخطر اللي هيقابلوه في الصحراء، وانهم هيحتاجوها بس بيرفضوا يصدقوها وبيكملوا في طريقهم. بنشوف شاريشارو وهي بتجرب جهاز الدمج اللي عمله لها الدكتور بافالو، وبتقرر ان هي تندمج مع حيوانها الاليف بالرغم من اعتراض الحارس الشخصي بتاعها، بس هي بتصمم. بتقول للدكتور بافالو يبدا العمليه، ولما بينتهوا بيتصدموا من النتيجه. اما بقى عن هيرو بطلنا واللي معاه فبيضطروا يباتوا في الصحراء، وبيقول لهم غيور ان هم هيباتوا كمان 3 ليالي. بتعدي الايام وهم مكملين في طريقهم برغم العواصف الرمليه اللي بتقابلهم لحد ما بتخلص الميه اللي معاهم. بيقع باله في الرمال المتحركه وبيخرج لهم تنين رملي، وقبل ما يوصلوا بيحاولوا ينقذوه. بيفشلوا. فجاه حد بيرمي له حبل وهي ايرين بتنقذه على اخر لحظه، وبتقول لهم ان هي جايه تساعدهم لانهم ماشيين غلط من بدري، فبيضطروا يصدقوها. وفي الطريق بتقابلهم عاصفه رمليه قويه جدا بتطيرهم كلهم لبعيد. بيغمى عليهم من اثار العاصفه، ولما بيفوق بيكتشف ان هم في اماكن مختلفه عن بعض. بالو بيلاقي نفسه مع ايرين وبتقول له انها هتكمل للواحه واكيد الكل هيحاول يوصل لهم. وغيور بيلاقي توميتي مغمى عليه وبيفوقوا وبيكملوا للواحه. اما هيرو وساتورو بيكونوا مع بعض وبيقرروا ان هم يكملوا في طريقهم لحد ما يوصلوا لبقيه الفريق. في الوقت ده بنشوف اشاعات بوكو بعد ما انتشرت في كل الممالك. بتوصل معلومات مغلوطه لكل مملكه ان المملكتين التانيين اتحالفوا مع التنين زغان، وانهم هيروحوا يدمروهم، والكل بيستعد للحرب. وفي الليل بيقربوا يوصلوا للواحه، وبالو بيسال ايرين عن حقيقتها وتعاونها مع بوكو. بتعترف له بتقول انها تعاونت معاه فعلا لانها كانت عاوزه تسرق منه باللورة الجراند، لكن هو اكتشف ده فاشتغلت معاه جاسوسه لانه بيدفع كتير. وفجاه بالو بيغمى عليه، ولما بيفوق بيكمل الطريق مع ايرين لحد ما بيقابله غيور بيكون شايل توموتي بعد ما اغمى عليه هو كمان من كتر العطش. بيكملوا كلهم لحد ما بيوصلوا للواحه، وبيفرحوا جدا لانهم اخيرا وصلوا للميه وبيجروا ينطوا فيها. اما هيرو فبعد ما بيفوق من الاغماء اللي كان فيه بيكمل الطريق مع ساتورا لحد ما بيقابل شاريشارو بشكلها الجديد. بتهجم على ساتورا بالطياره لبعيد وبتاخد هيرو وبتهرب. وبعد كده بنشوف جيوش ال3 ممالك بعد ما اجتمعوا في نفس المكان اللي حصلت فيه حادثه حبس التنين من 10 سنين. بتروح شاريشارو تسلم هيرو لبوكو اللي بيقولوا ان ده الوقت اللي كان مستنيه من وقت طويل جدا، ودلوقتي هيقدر بس يرجع التنين دغان تاني بعد ما ياخد قلب التنين من جسم هيرو. بيتعصب عليه هيرو بيقول له انت لازم ترجع باللورة الجراند بتاعت ابويا. بيرد عليه بوكو بيقول له انت اتغيرت عن زمان لما قابلتك من
10 سنين. وساعتها بيفهم هيرو انه كان من ضمن المقنعين اللي كانوا بيحاولوا يسجنوا التنين مع والده، علشان كده قدر يوصل لبلورة الجراند واللي المفروض كانت تتدمر وقتها من اللي حصل. ومش بس كده، ده بوكو بيعترف له ان السهم اللي اتصاب بوالده وقت ما كان بيسجن التنين كان هو اللي رميه عليه علشان يفشل الختم، وساعتها يتحرر التنين ويعمل فوضى ورعب في كل مكان، وهي دي كانت خطته، الخطه اللي كان هيقدر يكسب بيها فلوس كتير، بس بسبب والده كل خططه باظت. ولما قررت ان انا اكررها مره تانية اديك ظهرت كنت هتخليها تفشل. وكمان انا اكتشفت ان ابوك حماك لما بدل قلبك مع قلب التنين. بيحكي له بوكو عن كل اللي حصل وقتها، وبيقول ان لولا عصايه والدك اللي كان فيها بلورة الجراند كان زماني انا كمان ميت. ومن وقتها قرر انه يرجع التنين، وبكده هيرجع الرعب في قلوب الناس وهيقدر يبيع الاسلحه ويكسب اكتر. بيتعصب هيرو اكتر من كلامه، وخصوصا لما بيقول له ان حياه البشر دي ملهاش اي لازمه، وانه كمان ممكن يستخدمهم علشان يعمل عليهم تجارب يتبسط بيها. بيهاجموا هيرو بكل قوته في الوقت ده، بس بيتصدى لبوكو بسهوله وبيرمي السيف بتاعه لبعيد. وبيكمل كلامه مع هيرو بيقول له طول ما انت تحت ايدي يبقى التنين ده غنى هو كمان تحت سيطرتي. بنرجع للفريق بتاعنا تاني اللي بيكون غيور وبالو وتوموتي وايرين بيدوروا على هيرو. بتقترح ايرين انها تستخدم الصدفه وتتكلم مع بوكو يمكن يكون عنده اي معلومه. هو بمجرد ما بتشغلها بتسمع صوت حد بينادي على هيرو وبيجري في الاتجاه ده. بيشوفوا ساتورا بتستخدم العصايه السحريه بتاعتها وبتخبط بيها لدرجه انها بتتكسر من غير ما تحس. بتستدعي تنين ينقلها عند هيرو، وبيوصل فجاه تنين ضخم من وراها. فجاه بيبلعها التنين وبيجري غيور يهجم عليها علشان ينقذها، بس بيفتح التنين بقه وبتقول لهم ساتورا ان التنين ده هيساعدهم يوصلوا عند هارو، فبيروحوا كلهم معاها. اما بوكو بيكلم دكتور بافالو اللي بيطمنه ان كل اوامره اتنفذت وخلاص جهز الثلاث مفاعلات اللي هيستخدمهم، ولو دمج معاهم بلورة الجراند وقتها يقدر يغزو العالم كله، والعالم كله هيكون تحت سيطرته. وبيكمل الدكتور بافالو كلامه وبيقول له بس للاسف وقتها هنضطر نستخدم ارواح كل الناس اللي موجوده في القصر. هو انت فاكر ان الخنزير ده بيفرق معاه حاجه؟ بيرد عليه بوكو بيقول له لو انت عايز تضحي بارواح ناس موجوده في قصر او اتنين كمان مفيش مشكله. في الوقت ده بيشوف الدكتور بافالو اشاره غريبه بوجود حد حوالين القصر، وبنشوف التنين بعد وصولهم كلهم لقصر بوكو، وفجاه بيخرج سهم من القصر بيقضي على التنين وبيموته. بيدوروا على طريقه يدخلوا بها القصر، وفجاه بيظهر لهم الدكتور بافالو وبيفرح جدا ان قابل بنته اخيرا. بيفتح بوابه نقل وبياخدها معاه، وبيجروا كلهم علشان يروحوا معاه قبل ما البوابه ما تقفل. بيوصلوا كلهم لاوضه بافالو، وهناك بيتصدموا لما بيعرفوا ان ساتورا عباره عن دميه سحريه امر بتصنيعها بوكو. بيبداوا يفهموا ان شك توميتي كان فيها صح، بس ما كانش متخيل انها ممكن تكون دميه سحريه. يا ابن الخايبه يا هيرو، يعني يوم ما تحب حد يطلع عروسه لعبه. بيتعصب عليها بالو في الوقت ده ان هي ما قالتش الموضوع ده، فبترد عليه وبتقول له ان هو ما سالهاش. بيفهمهم الدكتور بافالو ان سبب انجذابها لهيرو هو قلب التنين اللي جواه، وده لان ساتورا جواها دم التنين اللي قدر بوكو ياخده منه لما اتصاب. وبوكو امره ان هو يتخلص منها لان شكلها جميل ولطيف، وهو كان عايز وحش مدمر ومرعب، بس هو اعتبرها بنته ما قدرش يتخلص منها علشان كده بعتها لمكان بعيد. هو بمجرد ما لمست النار اتحولت لتلج وقدرت توصل لهيرو. بتتكلم ساتورا في الوقت ده ان هي لازم تروح تنقذ هيرو، بس بافالو بيرفض وبيتعصب عليها. بتقول لها ان هي لازم تبعد عنه ويهربوا بسرعه لان بوكو خلاص قرب يستدعي التنين وهيسيطر على العالم. بيقول لها انت لازم تهربي قبل ما يحاول يستغلك انت كمان. بترفض ان هي تتخلى عن هيرو، بتروح تدور عليه وبيوصيهم بافالو عليها. بيطلب منهم ان هم يحموها، وبيتفاجئ ان بقى عندها مشاعر. بيتسللوا جوه القصر لحد ما بيوصلوا لهيرو، وبوكو بيامر ساتورو ان هي تيجي عنده علشان يسيب هيرو، وبتسمع كلامه. وبيقول لها انه بقى دلوقتي يقدر يستعمل كل قوته السحريه، وده كان فخ علشان يجيبها لعنده. واول لما بتروح عنده بيضرب هيرو ضربه قويه جدا، بسببها بيقع على الارض وبياخده هو وساتورا وبيهرب. بتمنع شارشارو ان اي حد يروح وراه. بيوصل بوكو وهيرو وساتورا لمكان الختم الاول واللي مات فيه اهله. بيبدا التنين يظهر والكل بيترعب منه، وبيبدا بوكو في تشغيل المفاعلات. بتحكي شارشارو ان خطه بوكو نفعت، وده لانه قدر يدمج جنود الثلاث ممالك وهياخد روحهم كلهم، وده علشان يستغلهم في خطته للسيطره على العالم. فجاه بيحسوا بحركه غريبه وبتقول لهم ان القصر خلاص بيتقفل، وده علشان يستغل كل ارواح الموجودين فيه في خطته، الا هي طبعا لانه مستحيل يسيبها تموت هنا. بتظهر في الوقت ده رساله مسجله من بوكو بيقول للكل ان هم هيموتوا ويا ريت يقاوموا لان ده هيزود قوته السحريه. بتتصدم شارشارو ان ما قالش عنها اي حاجه في النهايه وبتنهار. هو انت كنت فاكره ايه؟ كنت فاكره ان الحيوان ده هيتمسك بيكي. بيظهر الدكتور بافالو بيقول لهم ان خلاص الكره اتقفلت، وبيطلبوا منه ينقلهم معاه. بيقول لهم ان ده مجسم ليه لكنه في الحياه مش موجود هنا اصلا. اما بوكو فبيستعد لظهور التنين وبيقدر يتحكم في ساتورا. بيصعقها وبيامرها تهجم على هيرو، فعلا بتهاجمه. وفي القصر بيحاول بالو يقنع البنت انها تيجي وتنقلهم، بس بترفض. بيدوها كل الفلوس اللي معاهم، وحتى شارشارو بتدفع معاهم وبتوافق وبتنقلهم كلهم. بيبدا هيرو يتحول لشكل مرعب وبيزيد هجوم ساتورا عليه، وفجاه بيهجموا الاتنين على بعض بكل قوتهم. بيطير هيرو وبينزل عليها بكل قوته، بس بتقدر تمسكه وبتفضل تضرب فيه. في الوقت ده بيوصل غيورو اللي معاه اول لما بيحاول يهجم على بوكو، بتمنعه شارشارو وبتربطه مكانه. بيقول لها غيور احنا اللي
ساعدناكي لما بوكو تخلى عنك. فبتعيط وبتقول له بس انا للاسف بحبه وما اقدرش اشوفه بيتاذي. بيكمل هيرو وساتورا هجوم على بعض وبيبان ان ساتورا اقوى منه بكتير، وبوكو بيكون فرحان ان هما شايفهم بيحاولوا يقضوا على بعض. بيقدر غيره يفك نفسه وبيجري يساعد هيرو بس شارشارو بتوقفه للمره الثانيه، وللاسف بتنتهي المعركه ما بين هيرو وساتورا وبتفوز ساتورا وبتوجه كل اسلحتها على هيرو. وقبل ما بتخلص عليه فجاه بيظهر التنين زغان وبيرميها لبعيد والكل بيتصدم من وجوده. بيروح بوكو يشغل المفاعلات وبتنتشر اشعه سحريه في كل مكان. بيقبض بوكو على التنين وبيبدا يسحب ارواح جنود الثلاث ممالك وبيدمج كل ده مع بلورة الجراند. بتخرج هالة مرعبه من كل مكان لدرجه ان القصر بتاعه بيتدمر تماما، وفجاه بيختفي كل ده وبيظهر الشكل الجديد لاتحاد بوكو والتنين. بينبهر بوكو بشكله وقوته الجديده، وحتى الدكتور بافلو بيتصدم انه عمل كل ده علشان يدمج نفسه مع التنين دغان في النهايه. بيروح يجمع القطع الناقصه منه واولهم قلبه اللي مع هيرو. بيحاول يخرج القلب من جسم هيرو وهيرو ما بيكونش قادر يقاوم، لكن فجاه بيسمع هيرو صوت والده ووالدته بينادوا عليه، وفجاه بتزيد قوته بشكل مرعب وبيكسر ايد بوكو. بيرجع بوكو يوجه له ضربه وبيرميه لبعيد عنه. بتجري ايرين تسال الدكتور بافلو عن طريقه يوقفوا بيها بوكو. بيقول لهم ان كل واحد فيكم يروح عند مفاعل من الثلاثه وحد ياخد البلوره، وكل ده يحصل في نفس الوقت. ولما بيروحوا ينفذوا الخطه في نفس اللحظه بتختفي كل قوه بوكو وبتدمر كل المفاعلات. بس فجاه بتظهر كره نار في ايد بوكو. بيقول لهم ان فات الاوان وخلاص هو كان عامل حسابه. بيدمر المكان كله وبتبدا ساتورا تفوق وترجع لطبيعتها وبيطمن هيرو عليها، ولكن تاتي رياحه بما لا تشتهي السفن. بيجي بوكو من وراها وبيغري سيفه فيها وبيقضي عليها تماما والكل بيكون مصدوم. بينفجر هيرو من الغضب في الوقت ده وما بيكونش حد عارف يوقفه. بيقطع دراع بوكو بالسيف بتاعه بعدها بيغرزه في قلبه. بيتصدم بوكو انه اتهزم على ايد طفل صغير. بيرد عليه هيرو بيقول له انا مش طفل لكني سيف متجول بنتقم لاهلي ولكل الناس الابرياء اللي ماتوا على ايدك. وبكده بيموت بوكو وبيجي هيرو يطمن على ساتورا وبيتصدموا كلهم لما التنين زغان بيظهر. بيقرر هيرو انه يقضي عليه وبيقول ان السر في القلب. بيفكر في انه يطعن نفسه بس على اخر لحظه بيفتكر كلام الاستاذ سيو ليه. بيدمج السيف مع السحر وبيستخدم ملورة الجراند وبيحولها لسيف بيقدر يقضي على التنين ويخرج قلبه قدامه. وقبل ما بيرجعه في جسمه بيشوف ساتورا بيروح يديها قلبه وبتفوق الكل بيفرح برجوعها وبيختفي ضباب التنين دغان للابد. اول لما ساتورا بتفوق بتسالهم عن الدكتور بافلو فبيعرفوها ان مات في ساتورا بتنهار. وبنشوف جنود الثلاث ممالك وهم بينسحبوا وبتقول لهم ايرين ان ده كان جزء من خطتها وانها قدرت توصل لهم باستخدام الصدفه. اما شارشارو فبتنهار وبيروح جنودها يساعدوها وبيطمنوها ان هم هيفضلوا معاها. في النهايه بيتجمع الكل قدام قبر الدكتور بافلو وبيسالهم بالو لو قلب هيرو مع ساتورا يبقى هيرو معاه قلب التنين لسه. بيروح هيرو يعترف لها بحبه وبيدي القطعه المعدنيه لتوميتي، وتوميتي بيقرر انه يرجع للمدينه ويساعد اصحابه. اما هيرو فبيقرر انه يبقى سياف متجول ويبدا يتمرن تاني والكل بيكون فرحان بقراره. انمي في الحقيقه زعلت ان هو خلص، وانا عارف ان انت كمان زعلان يا صديقي، بس ما تقلقش هيبقى في منه موسم تاني باذن الله. يعني كده الموسم الاول كله خلص، واول لما الموسم التاني هينزل هتلاقيني سايبه لك على القناه. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتصلي على النبي وتوصل الفيديو ده على الاقل 7000 لايك، واشوفكم الانمي الجاي. سلام.